السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أم خولة. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم المسمن على طريقتي، طريقة سهلة وسريعة والنتيجة أكثر من رائعة. يلا مع بعض نشوفوا طريقة التحضير. إذا أنا عندي هنايا كاس وثلثي الكاس من السميد الناعم جدا. نوريكم أنا يعني العلامة اللي نخدم بها. أنا نخدم بهذه مولة رقيق السميد الناعم. ها هو فين. اذا ها هو ندير له نصف لتر من الماء الساخن، خاصه يكون ساخن جدا. اذا نكون نشوفوا نصف لتر تاع الماء شحال تجي. شوفوا ها كاس، 2، ها هو وربع الكاس. اذا غادي نخلطهم مع بعض. اذا بواسطه الميكسر غادي نبدا نطحن في هذا الخليط حتى تختفي حبيبات السميد تماما. اذا ها هو المزيج اللي تحصلت عليه، مزيج ناعم. شوفوا حتى اللون تاعه تبدل. من بعض انواع السميد اللي غادي يكون ميكسيهم غادي يخرجوا لي العلوك، دير لي كالكره هكا معلكه، هذاك الكريتا عادي. اسفه هنا المقطع راح لي. اذا زدت لهذا المزيج، زدت له 2 ملاعق زيت كبار، وملعقه صغيره ملح 7 غرام، وكيس خميره كيميائيه 10 غرام، وربع كيسان فرينه ما يعادل 600 غرام. ولميت العجينه حتى تحصلت على عجينه متماسكه. اذا ها هي العجينه تاعي، غادي نديرها في الاناء، غادي نغطيها ونخليها 10 دقائق ترتاح. شوفوا اللون تاعها دركا. دوك شوفوا بعد ما ترتاح غادي تولي يعني ناعمه جدا، تولي رطبه ويولي اللون تاعها افتح من هكا. اذا ها هي العجينه بعد ما ارتاحت. شوفوا الشكل تاعها كي ولات بيضه ناصعه. ها هي ولات رطبه، يعني هذوك الحبيبات تاع السميد اختفوا تماما. ها هو الشكل تاعها. اذا اش غادي ندير؟ غادي نبدا ندير في كويرات. الوزن كل كويره 150. انا الحقيقه انا نبغي نوزن باش يجوني الحبات كيف كيف، وهذه الكميه غادي دير لي 9 حبات. اذا ها هي 150. نبدا نشكل في كويره، ونديرها في صينيه مدهونه بالزيت هكا، وندير فوقها شويه زيت باش ما ديرليش طبقه من فوق، ونكمل كاع الكميه. اذا ها هما راني كاع كورتهم ودرت لهم الزيت من فوق. كما قلت لكم تخرج لي 9 حبات، يعني كي ديروا دائما نفس الكميه يعني نفس العبر تخرج لكم دائما نفس النتيجه ونفس العدد. اذا نغطيهم هكا مليح باش ما يدخلهمش الهواء. دوك نزيد نغطيهم بالسربيته ونخليهم شويه يرتاحوا بعد نبدا نشكل فيهم. اذا راني خليتهم واحد نص ساعه حتى يرتاحوا. هما كل ما ارتاحوا احسن. عندي هنايا شويه زيت، شويه مارغرين دايبه، وعندي من نفس هذاك السميد اللي خدمت به باش نرش به. اذا نجيب شويه زيت نديرها في سطح العمل. هاي العجينه تاعي ونبدا نفتح فيها. اذا نفتح فيها بهذه الطريقه براحه اليد، ندير كيما هاك. شوفوا انا نفتح فيها وهي راهي تساعف فيا. اذا في هذه المرحله غادي نبدا غير بشويه نرفد
ونكسلها كيما هكا باش الوسط تاعها يولي شفاف. تاني هو بهذه الطريقه. شوفوا هاي تكسل لي بكل سهوله. انا راهي مرتاحه مكسيت هذاك السميد مليح. ومن بعد نبدا الاطراف كذلك نرقق فيهم بهذه الطريقه. اذا ندير عليها شويه زبده وشويه من هذاك السميد الناعم ونبدا نطوي. اذا نطوي هذه الاولى. نسي اني نوصل هاد يعني حتى الاطراف، هذه جهه منا ومنا باش تجيني حبه نيشان. كذلك هذه نزيد نطويها. يعني هاد الاطراف منا ومنا نوصلهم حتى للحد. في كل مره ندير الزبده نمسح غير هكا مسحه خفيفه ورشه تاع سميد. اذا ها هي ونخليها ترتاح حتى نكمل الكميه. اذا ها هي الحبه ارتاحت. شوفوا غادي نبدا نفتح فيها. شوفوا كاين مرتاحه بكل سهوله نفتح فيها. شوفوا ها هي ما ترجع لي ما والو. ونقدر نرفدها بكل سهوله بلا ما تغير الشكل تاعها. اذا وغادي نديرها في المقله. نديرها في المقله ونخليها تطيب حتى تنتفخ. اذا كي تبدا تنتفخ نقلبها، ندير لها شويه زيت شويه مارغرين ندير لها شويه زيت شويه زبده. السمنه تاعنا هاي تنتفخ. شوفي اذا ها هو المسمن تاعنا راه حاضر امامكم. يعني شوفوا الشكل تاعه. ها هو يجي طري يجي مورق. نوريكم الداخل كيجي. يعني شوفوا الداخل كيجي يجي مورق. شوفوا ما شاء الله. ها هو ويجي مقرمش جدا. شوفوا الطبقات تاعه كاع تجي طبقات منفصله عن بعضها ويجوا رقاق. ها هو شوفوا الطبقات تاعه. شوفوا كيجي ما شاء الله. هذا المسمن نقدروا نحتفظوا به في المجمد. كي نديروا له نقلبوا كل زوج حبات يعني كيما هكا نديروهم مع بعض ونجيبوا كيس بلاستيكي غذائي ونديروهم فيه. ها هو ونحتفظوا بهم في الثلاجه يقعدوا لنا حتى لشهر. وكي نجبدوهم ونعاودوا نديروهم في المقله صدقوني تحسبوا دركا طيبتوهم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها حقيقه وصفه رائعه جدا. عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا لي لايك واشتراك في قناتي قناه ام خوله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.